السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ زهراء ام وصال. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الظروف والاحوال وتكونوا بصحة جيدة يا ربي. آه اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم في هذا الفيديو فطائر مالحين وحلوين بنفس العجينة اللي كنحضرها معكم دائما، هي المعتمدة عندي، عجينة ال10 دقائق اللي بدون مجهود وكتجي نتيجة زوينة بزاف، كتجي خفيفة ومهوية. المالحين درتهم على شكل عش هكا، فطائر العش، وميني باغيت اللي حشيتهم بالشوكولاتة، كيجيو خفاف. ان شاء الله الا جربتوهم غينالوا الاعجاب ديالكم. كيف شفتوا مهويين ما شاء الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غنبدا بالحشوه ديال المالح اللي درت هنا في واحد المقلاة. درت واحد الجوج حبات ديال بصله بيضه، جوج حبات ديال الفلفله خضراء، تقدروا ديروا الوان. اكتفيت بالملحه معهم وشويه ديال الزيت نباتيه مخلطه مع زيت الزيتون صافي، وكنديرها على النار اللي تكون متوسطه، وغادي نسد عليها حتى غنسد عليها باش تنزل شويه وتطيب دغيا، ما تبقاش هكا تاخذ الوقت حتى كتنزل. وغادي نضيف ليها شويه ديال صدر الدجاج، واحد الكميه قليله، واحد 140 غرام ديال صدر الدجاج قطعتهم مرصيات صغار، واحد الفص ديال الثوم محكوك، توابل، الملحه درتها في الاول عفوا، الابزار، سكينجبير، زنجبيل، الكركم، الخرقوم بلدي، وشويه ديال الابزار حبوب مطحون، عفوا بغيت نقول القزبر مجفف مديوش عليا، قزبر مجفف مطحون صافي. وخلطتها ودرت شويه ديال الماء وسديت عليها حتى كيطيب ليا هذاك الدجاج مع الفلفله والبصله. حشوه اللي بسيطه، ابسط منها ما كاين صافي. حتى كطيب وكينشف منها الماء تماما، عاد كنعمرو بها نخليها تبرد، وعاد غادي نحضر العجينه. هنا العجينه كاس ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز. انا حيت غندير الملح والحلو درت جوج معالق كبار ديال السكر، الا عندكم غير المالح ديروا غير معلقه، بغيتو ديروا المالح والحلو ديروا جوج معالق، بغيتو ديروا غير الحلو تقدروا ديروا 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال السكر صافي. وكاس ديال الطحين خلطت مزيان حتى كيذوبوا دوك الكويرات ديال الدقيق، وعاد ضفت كاس ديال الماء الدافئ العبار بكاس العنبه صافي، خلطت مزيان وغادي نسد عليها، نغطي عليها عفوا حتى كتفاعل شويه داك الخليط، واحد 10 دقائق. ضفت هنايا نصف ملعقه كبيره ديال الملح، نصف كاس ديال الزيت نباتيه، غنضيف بياض ديال البيضه والصفر غادي نحتفظ به للدهن صافي. غادي نخلط الكل جيدا وغادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه هاد السوائل اللي كندير دائما جوج كيسان الماء والحليب، دائما كيهز ليا 500 غرام ديال الدقيق، دائما ما كنزيد عليها ما كنقص. تقدروا نتوما تزيدوا على حساب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي لا صافي. هنا تنضيف شويه بشويه وكندخل داك الطحين حتى كتجانس مزيان، ما كتحتاجش منا دلك. ملي كنديروا هذه العمليه ديال التخمير في الاول ما كتحتاجش دليك نهائيا وكتجي نتيجه زوينه بزاف صافي. هنا ضفت شويه بشويه حتى كملت هذيك الكميه كامله ديال 500 غرام، ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، يكون مغربل ضروري صافي. كيف شفتوا انا كنخليها كتلتصق شويه في اليد باش كتجي النتيجه، كتجي العجينه خفيفه بزاف. كندهن شويه بشويه ديال الزيت نباتيه وغادي نغطي عليها وغنخليها تختمر وتضاعف الحجم ديالها صافي. هنا من بعد ما اختمرات كيف شفتوا كيتضاعف الحجم ديالها والعجينه كتجي ما شاء الله خفيفه. بغيتو تستعنوا بدقيق ممكن، بغيتو تدهنوا شويه الزيت على سطح العمل باش ما تبقاش تلصق ليكم، انا ما درت حتى شي حاجه، واخا كتلصق شي شويه في اليد ماشي مشكل. كتجي هكا خفيفه ومقطنه بزاف، ملي كتخليوها هكا كتلتصق، ما تكثروش الدقيق باش ما تجيش لكم مدقسه. هنا العجينه قسمتها على جوج، خليت الجزء الاخر غطيته،
والنصف خدمت به، درت هنايا 9 ديال الكويرات. بالنسبة للعجينة كاملة قطعتها 18 قطعة، 9 درتهم مالحين و9 حلوين. هذا هو القياس ديال الفطائر الا بغيتوهم يجيكم هما هادوك متوسطين، ماشي صغيورين وماشي كبار، يجيكم زوين بحال الحلو بحال المالح. المهم هاد الكميه ديال 500 غرام قطعتهم على 18 قطعه. صافي هنا كورتهم درتهم في طاول اللي مفرشه، وكنجيب واحد الكاس كندير ليه القاع ديالو في شويه ديال الدقيق، وكن نطراسي به، تندير به واحد الحفيره في الوسط باش كنشكلهم هكا عشيش بلا ما يختمروا ما حتى شي حاجه ديريكت. هاي كنحفرهم من الوسط وكنعمرهم. الحشوه هنا عندي بارده، كنبدا كنعمر دوك الفطائر بهذا الشكل. صافي غنستمر حتى كنكملهم كاملين. هنا من بعد ما عمرتهم كاملين غنخليهم هنايا يختمروا. خليتهم يختمروا، غادي نمشي غنحضر الحلوين. غادي نقطعهم كيف قلت لكم حتى هما 9 ديال القطع. كيجيو هما هادوك الفطائر كيجيو متوسطين، كيجيوكمش صغيورين وما كيجيوش كبار بزاف. صافي هنايا كنشكلهم كويرات، وهنا بعد ما شكلتهم كنجيب كل كويره كنمددها واحد شويه بحال شكل البيضاوي ماشي دائره. صافي وكنجيب انا هنا غادي ندير فيهم شوكولاته الدهن. شوفوا مع الحراره كيفاش دايبه. بغيتو تعمروهم بالكريم باتيسير ولا باش ما بغيتو تعمروهم، المهم تقدروا ديروهم غير خاويين. صافي وكنجمع العجينه من الجوانب كيف شفتوا، واخا كتلصق شويه في اليد ما تندهن لا يدي لا حتى شي حاجه. غير فاش ديروا الشوكولاته هكا ديال الدهن حاولوا فاش تبغيو تجمعوا الجناب وتجمعوا مع بعضياتهم ما يقيسوش لكم الشكلاط. الا قاسوا في الشكلاط ولا درتو كذلك الزيت ما غاديش تلصق العجينه على بعضياتها. كيف شفتوا راه كنجمعها هكا بعيده على الشكلاط، كنثبتها مزيان وكنجمع دوك الجوانب باش كيجيوش ماضيين دوك الجوانب. صافي وكنقلبهم وكنحطهم وكنستمر حتى كملتهم كاملين. كنضغط عليهم واحد شويه، كنهبطهم واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نخليهم كذلك يختمروا يضاعف الحجم ديالهم. هنا بالنسبه للمالحين راهم اختمروا. هنا الفران اني شاعلاه متوسط ما بين عافيه متوسطه المهيله. كندهنهم بداك الصفار ديال البيضه مع قطرات ديال الحليب وشويه ديال الخل، وتندهن غير الجوانب ديال هذاك العش. وتزين اللي عندكم زينوا به. انا غادي نزينهم ببذور الشيا، كتجي زوينه في المنظر. تقدروا تزينوا بالزلجلان، السرارع اللي عندكم زينوا بهم. عافيه ما بين متوسطه المهيله، من عافيه تحت منهم حتى تيتحمروا. كنهبطوهم شويه ياخذوا اللون. انا هنا درت لهم شويه ديال الجبن الموزاريلا من الفوق. كيف ما يمكن لكم تقدروا تخليهم حتى تخرجوهم تيطيبوا، تخرجوهم ديروا عاد الجبن وتدخلوهم شي شويه غير كيذوب الجبن وتخرجوهم. انا درتو في البدايه ماشي مشكل. صافي دخلتهم هنا الحلوين كذلك حتى هما اختمروا. كندهنهم من الفوق. انا بالنسبه لي هنا غادي ندهنهم وغندخلهم هكا غير مدهونين، ما غنزينهمش لحقاش انا عندي غنزينو بالكاوكاو ايفيلي. عندي محمر. الا عندكم ما محمرش كيف دهنوهم رشوهم داك الكاوكاو ودخلوهم. صافي من بعد ما طابوا وهما سخان بديت كندهنهم بشويه ديال العسل اولا المربى اللي عندكم ناباج. صافي وكيف شفتوا انا الكاوكاو عندي ديجا محمر، داكشي علاش ما دخلتوش للفران، غيزيد غيتحرق. حتى خرجتهم عاد زينتهم بهذه الطريقه هذه. كيجيو فطائر اللي خفافين ومقطنين
تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش، لوز اللي عندكم ديروه. صافي من بعد ما زينتهم وزدت رشيتهم بشويه واحد الرشيشه خفيفه ديال سكر كلاصي من الفوق، كتعطي واحد الجماليه مع داك الكاوكاو او اللوز اللي درتو. هنا الفطائر المالحين كيف شفتوا راه العجينه كتجي خفيفه، والحلوين كذلك ما شاء الله كيجيو لذاذ وخفاف مقطنين ولذاذ. تحتفظوا به في المجمد كيبقاو زوينين. تخرجوا هاد الحلوين خلاص الا ما كنتوش دايرين الشوكولاط هكا اللي صحيح، دايرين شوكولاطه ديال الدهن كتاكلوهم باردين، اما الا كان هكا شوكولاط طريفات فاش كيبردوا كيقصح. افضل الحشوه تكون هكا بالشوكولاطه ديال الدهن كتجي افضل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنسوش تشجعوني باللايكات ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.